تبون سبق وصرح. لأنه الموقف الجزائري اللي نعتبره مخزي من قضية الصحراء المغربية وتدخله في الشأن المغربي في الداخلي وسعيه لتقسيم الدولة المغربية هو اللي عطل قطار التنمية وعطل فهمتني قطار النهضة في المنطقة فهمتني متاعنا وعطل كل الرئيس عبد المجيد تبون سبق وصرح أن تونس تتعرض للمؤامرة وأنه يدعم الدولة التونسية ممثلة في شخص رئيسها المنتخب الرئيس قيس سعيد. الاستجلاء الآراء من وجهة نظر جزائرية قبل ما نعطيكم أنتم للتعليق وللتحليل معايا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة الجزائرية الكاتب والباحث في العلوم السياسية الأستاذ عمار صيغة. أستاذ عمار مساء الأنوار. مساء الانوار، تحيه طيبه لكم ورمضان مبارك لكل الشعب التونسي ولكل ضيوفك الكرام. سيد عمار، الرئيس عبد المجيد تبون في حوار نعم. الجزيره قال لي تونس تعرض للمؤامره. نعم. وفي المطلعين على الشان التونسي يقول لك اللي قبل اللقافات اللي صارت في تونس صار هاتف بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس التونسي دام تقريبا 45 دقيقه. وبما كنتم مهتمين بالشان نحب نعرفوا المؤامره من شكون الجهه، يعني الجهه الدوليه ما هذه. هو الشعور في الجزائر يعني قصه الرئيس لم يكتفي بقصه تدخل في الشؤون الداخليه في تونس، تحدث عن مؤامره. الشعور في الجزائر يميل لاي كفه، لانه الرئيس لمح ايضا قصه اراد وكانه اراد ان يقحم المغرب في العمليه، لانه قال بدات هذه المؤامره تتوضح منذ استقبال الرئيس التونسي لزعيم الجبهة الصحراوية، لزعيم الجمهورية الصحراوية. يعني الشعور في الجزائر يميل لأي تحليل أو مقارنة بخصوص المؤامرة. من يتآمر على لأنه عمار في تونس فما شكون يقول لك مؤامرة فرنسية وفما شكون يقول لك مؤامرة من المغرب. مع أنت الرئيس عبد المجيد تبون في تقديراتكم يقصد فرنسا او المغرب؟ شكون يتامر على تونس اللي باش يطيح البلاد هذيا لمصالح دوله اخرى؟ هو كي نكون اكثر وضوحا، هو ربما هذا الامر المتعلق بالمؤامره قد بدا وطفى للسطح منذ استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم جبهه البوليساريو ابراهيم غالي، وبالتالي فان تصريحات السيد رئيس الجمهوريه ربما جاءت نتيجه تحركات مشبوهه لنظام المخزن في الشأن الداخلي في تونس، ربما حتى تحريك بعض الاطراف التي لعبت نوعا ما في توتير الساحه السياسيه في تونس، وهذا بشان كذلك ان يزيد من قلق الجزائر، لا سيما وان امن تونس هو من امن الجزائر. وفي ذات السياق لوبيات فرنسيه كذلك تعبت في الشأن الداخلي في تونس، والجزائر تدرك تمام الإدراك. لماذا؟ لأن سبق وأن اكتوينا بنار الاستخبارات المخابرات الفرنسية واللوبيات الفرنسية التي طالما عبثت بالجانب الأمني خاصة في الجزائر وحتى الجانب الاقتصادي والسياسي فيها. وفي ذات السياق الرئيس كذلك تبون يقصد بشكل او باخر حتى المؤامره الاقتصاديه للوبيات المال العالميه، على راسها صندوق النقد الدولي الذي يناور في كل مره من اجل منح تونس قرضا لتجاوز محنتها الاقتصاديه، وبخلفيه نوعا ما ذات طابع او طعم مؤامره ربما لتحريك او للعبث بالشأن السياسي في تونس واملاء بعض الاجندات التي لا تخدم الشعب التونسي لا من قريب ولا من بعيد. استاذ عمار، يعني هناك وجهة نظر في تونس تقول انه الرئيس تبون يعني والاخوة في الجزائر يعني يحملون تونس ما لا تحتمل باقحامها في الصراع الجزائري المغربي من خلال هذه الاتهامات. يعني هل هناك تجارب سابقة؟ هل هناك أدلة لديكم في الجزائر تفيد أنه النظام المغربي ممكن أن يكون ضالع في التآمر على تونس أو في الإساءة إلى تونس أو في تعفين أو توتير الأوضاع؟ يعني هل هناك معطيات يعني ملموسة في هذا المجال حتى لا يفهم من الحديث الجزائري أنه توظيف لتونس في صراع اللي هو الصراع التاريخي المعروف بين الجزائر والرباط بخصوص ملف الصحراء الغربية؟ وبكل صراحة وبكل وضوح ربما حتى وهذا اللي طالبينه. نعم،
المؤامرات التي نراها من وجهة نظرنا بكل موضوعية مؤامرات التي يحيكها نظام المخزن بعيدا عن الشعب المغربي، ونحن نقصد تمام القصد أن النظام المخزن المؤامرة قد حيكت على ربما توريط بعض الدول في سياقات أو سياقات التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومحاولة إقحام الكيان الصهيوني في المجموعة الإفريقية من خلال إدراج مقعد مراقب في الاتحاد الإفريقي. ألا يمكن اعتبار هذا في حد ذاته مؤامرة على القارة الإفريقية، ناهيك عن مؤامرات أخرى متعلقة خاصة في العشرية السوداء، طالما كانت المملكة المغربية حديقة خلفية للجماعات المتطرفة، وطالما مكث أمراء الجماعات الإرهابية التي كانت تعبث وكانت تعيث فسادا في الشأن الأمني في الجزائر، وكانت دماء الجزائر تسفك والأمراء مستقرون في قصور ملكية في المغرب. وهذا هذا بالنسبة للجزائر المغرب. أي بالنسبة لتونس، ما دخل تونس في ذلك حسب رأيكم؟ نعم، تونس هو بالنسبة للعلاقات، نحن كجزائريين وربما كمراقبين للعلاقات الجزائرية التونسية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نملي أجندات أو نملي أمور معينة على شقيقة تونس في اختيار مساراتها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التونسية. تونس لديها رئيس منتخب شرعي منتخب من خلال صندوق، وله صلاحية دستورية في رسم وقيادة دفة السياسة الخارجية، وهي حرة في ذلك. بعيدا عن كل تلك التجاذبات، لا يمكن بحال من الأحوال اعتبار تلك الحدود المتعلقة بالعلاقة بين الجزائر وملف التاريخي كما قلت الصحراء الغربية والمغرب وجمعه ودمجه مع ربما حتى نشاط السياسة الخارجية التونسية فيما يتعلق. هي حرة في من تستقبل ولا تستقبل. الجزائر لا تملي ولا يمكن أي بحال من الأحوال، وذلك من خلال التصريح الرسمي لرئيس الجمهورية. يعني في وراء قصة التحليل، يعني هل تعتبرون أن هناك تورط مغربي في إثارة الأوضاع داخل تونس؟ ليس مستبعد. لماذا؟ لأن ربما حتى المتابع للسجال أو السجال السياسي الدائر في تونس، خاصة التجاذبات بين مختلف القوى الفاعلة في المشهد السياسي التونسي، بدأت حركيتها منذ استقبال زعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي في قمة اليابان وإفريقيا التي تم عقدها في تونس. وبالتالي ربما هنا نظرية المؤامرة مطروحة بشكل كبير، خاصة وأن ربما الواقع الذي تم الاستثمار فيه هو الجبهة المتعلقة بالمجتمع المدني من منظمات ومن أحزاب ومن جمعيات ونقابات. واضح. أستاذ عمار صيغة، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، كنت معنا مباشرة من العاصمة الجزائرية. شكرا جزيلا لك. شكرا. رمضان كريم. نجيب والأستاذ زياد، يعني أصبحنا في مهب الريح تاع مصالح دول وحسابات دول. يعني نحب نفهم ما نعرفش باش كون نبدا. يعني مقنع هذا الكلام؟ يعني في الاخر الجزائر مش كأنه يتم اقحامنا هكا بالسيف، يعني بلويان اليد في قصه لا علاقه لنا بها. هذه قصه الصحراء الغربيه. اليوم راك واضح الموقف الجزائري، هكا واضح. قال لك وفسر لك موقف رئيس تبون يتهم المغرب، حب يدخل المغرب في الشكشوكه التونسيه، وقال لك هلا حتى قراءة ردود أفعال الأحزاب السياسية في الداخل وكذا، قال لك تضاعفت وتغير نسقها بعد زيارة زعيم الجبهة الصحراوية جبهة البوليزاريو إلى تونس. ما مدى وجاهة التحليل هذايا من جهة نجيب، ومن جهة أخرى واللي ناشي أي حد عنده حسبة يحب يعديها فوق ظهرنا نحن؟ هو نحب نذكر بحاجة، اللي وقت اللي وقع الانقلاب على الدستور في 25 جويلية أنه بدأت نواة أولى في نتاع مقاومة. ونحب نذكر أن المقاومة هذه توسعت وشملت أطراف جزء منها هام اللي كان مساند مسار 25 جويلية بعد سبتمبر 2021، وقت اللي تم إصدار الأمر عدد 117 اللي رئيس الدولة صادر به في كل السلطات بتاع الدولة، ومنحها لنفسه وجعل نفسه أمره هو فوق الدستور.
الزياره نتاع زعيم جبهه البوليزاريو في تونس جات في اوت 2022 بعد بعام يعني تحب تدخل انت راهو تصاعد الحركه الاحتجاجيه جات بعد البوليزاريو. انا نرى انه كلام فارغ ولا معنى له، وبل بالعكس نرى انه هو اصطياد في المال عكر واستغلال الظرف في الحالي فهمتي بتاع تونس لمزيد توريطها في قضيه نعتبرها جريمه في حق كل المغرب العربي الكبير، لأنه الموقف الجزائري اللي نعتبره مخزي من قضية الصحراء المغربية وتدخله في الشأن المغربي في الداخلي وسعيه لتقسيم الدولة المغربية هو اللي عطل قطار التنمية وعطل فهمتي قطار النهضة في المنطقة فهمتي نتاعنا، وعطل كل المشاريع الوحدوية بين ظفرين فيها اللي تدمج تدمج الأنشطة الاقتصادية وتفتح الحدود فهمتي إلى آخره. ولو احنا وتونس كانت ديما ذات موقف حيادي معناها لا تدخل مع هذا لا مع هذا. للأسف من اللي جاء قيس سعيد خرقها القاعدة فهمتي هذه وأغفل أنه راهو إذا كان الجزائر جار وسند المغرب راهو ظهر، ويلزم يتذكر الرئيس قيس سعيد ومن لفه ومن والاه اللي وقت اللي وقع الهجوم تاع قفصة عام 80 بتواطؤ ما بين ليبيا والجزائر المدد والسند راهو جا للمغرب. دونك السياسة راهو والصحبات راهي مربوطة بالمصالح، والدول علاقتها لازم تكون على الأخوة على التعاون على التواصل كذا، لكن زاد ما يزيدش المصالح نتاعنا خاصة الاستراتيجية منها